عاملين ايه؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. جايه لكم النهارده بفيديو جديد، فيديو مشتريات تموين الشهر. اول ما بيجي اول الشهر كلنا نروح نجيب التموين. هقول لك ايه الحاجات الاساسيه اللي انا بجيبها وايه الحاجات الفرعيه، لان في حاجات اساسيه دايما ما بستغناش عنها، بعد كده بجيب اي حاجه تانية. وهقول لكم كمان حقيقه ارتفاع الاسعار لسلع التموين شهر يوليو 2025. انا توتي، ودي قناتي. لو اول مره بتزوري قناتي اشتركي فيها وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل إشعار جديد بكل وصفة جديدة بعملها في مطبخ توتي. قبل ما ابتدي فيديو النهاردة عايزة أقولك ارجعي القناة كده، هتلاقي الفيديو اللي فات عملت كيكة خطيرة، هشة ومرتفعة ولونها فاتح، وعملتها بسكر التموين كمان، خطيرة جدا. جربيها واكتبي لي في التعليقات. فيديو النهاردة بقى أنا جبت الأساسي عندي، بجيب الزيت. أنا بالنسبة لي زيت التموين حلو جدا جدا، خصوصا في القلية، ما بيتبخرش بسرعة، وممكن استخدمه. يعني انا ما بستخدموش اكتر من 3 مرات، بس يعني ولا لونه بيغير ولا نكهته بتغير ولا اي حاجة. بصراحة انا بحب زيت التموين في القلية جدا جدا. وجبت سكر التموين، وبكمل الشهر بقى بجيب من اي محل او سوبر ماركت، لان طبعا كمية السكر دي ما بتكفينيش. جبت كمان حلاوة طحينية، دي حلوة قوي انا بحبها، جبتها كده للفطار. وجبت كاكاو كورونا. كورونا بقى دي حاجة منتج قديم بس حلو جدا، شركة جميلة جدا جدا، منتجاتها حلوة جدا جدا، وخصوصا الكاكاو بتاعتها والشوكولاتة كمان. واللي اتربى عليها وشرب الكاكاو وأكل منها الشوكولاتة يكتب لي بقى في التعليقات. أنا لسه بجيبها لحد دلوقتي لأن طعمها حقيقي حلو جدا جدا، وسعرها كمان جميل. جبت كمان رز، والرز هو حبايته رفيعة، أنا بصراحة ما بستخدموش في الطبخ، بستخدمه بس في المحشي، بيبقى جميل وما بيبانش يعني. أي نوع رز، يعني معلومة بقولها لكم، أي نوع رز حتى لو ما كانش جودته عالية قوي استخدميه في المحشي، بيتدارى في الوحش، ورق عنب، محشي كرنب، محشي كوسة، مع الخلطة ما بيبانش بقى نوعه كويس ولا مش كويس. عايزة اقول لكم الاسعار زي ما هي، ما زادتش. السكر ب 30 جنيه، الزيت ب 30 جنيه، والسكر ب 12 جنيه و60 قرش. انا عكست، الزيت ب 30 والسكر ب 12 جنيه و60، الرز 12 جنيه و60، الكاكاو انا جبتها 35، والحلاوة الطحينية 22. في بقى منتجات تانية كتير انا ساعات بغير فيها، يعني مش كل مرة بجيب كاكاو وحلاوة، ساعات بجيب دقيق، ساعات بجيب مسحوق، ساعات بجيب صابون. هقولك بقى اسعار السلع التانية اللي انت حباها لو حابة تعرفي أسعارها عشان لما تجيبيها يعني. في عدس ب21 جنيه، في فول معلب ب7 جنيه ونص، في باكيت شاي صغير ب5 وربع، الدقيق ب18 جنيه، في جبنة اسمها تترا باك ب14 ونص، صابون الغسيل ب3 ونص، المكرونة 800 جرام ب15 ونص، والمكرونة 400 جرام ب7 وربع، مسحوق الغسيل العادي 800 جرام ب16 جنيه، مسحوق الأوتوماتيك 800 جرام برضو 25 جنيه، اللبن الجاف لو انت بتحبي تجيبي لبن جاف للحلويات ب25 ونص، سعره زاد جدا طبعا، كان أرخص من كده بكتير. في مربى ب16 جنيه، وفي السمنة الصناعي 800 جرام ب36 جنيه، وفي كمان الصلصة ب8 جنيه. وكل منتج بقى أو كل المنتجات دي مش ضروري تلاقيها عند المحل اللي انتي بتجيبي منه، لو رحتي محل تاني هتلاقي سلع مختلفة، وطبعا كل حاجة ليها سعرها. معلومة كمان متغيرتش في تموين شهر 7 2025، نصيب الفرد زي ما هو. أول 4 أفراد في البطاقة نصيب الفرد 50 جنيه، يعني لو 4 أفراد هيبقى 200 جنيه. لو بقى 5 أفراد أو 6 أفراد ال يعني الفرد الزايد عن الأربعة بيبقى 25 جنيه. يعني انت لو 5 أفراد هيبقى 225، لو 6 أفراد هيبقى 250. ما تنسوش بقى تشيروا الفيديو عشان كل يعرف الأسعار، وكمان يعرف المنتجات اللي موجودة في التموين، لو حد لسه عمل بطاقة جديدة ومش عارف ايه اللي ممكن ياخده في بطاقة التموين. المنتجات الحمد لله حلوة، والتموين حقيقي بينفع، يعني مش كل حاجة هنشتريها من بره، هو جزء بيسد مع الجزء اللي احنا بنشتريه من بره. ربنا يا رب يسعدكم ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه وزيادة كمان. ادعوا لي دعوة حلوة ولكم بالمثل.